في حاجة اسمها الإيحاء. ما معنى الإيحاء؟ هو بقى ده بتاع حتة النصابين بقى، دي حاجة أكيد علماء النفس يعرفوها. ده مرض سريع جدا وعدوى ممكن تعدي أي حد. اقعد كده في وسط مجموعة وحاول التاوب، هتلاقي كل اللي حواليك بيتاوب. اعملها مرة واتنين هتلاقي كلهم. أسرع عدوى في الأمراض كلها هو مرض الإيحاء. فأنا هديك أقول لك بص يا وسيم، انت النهاردة بالليل هتحس بخيال معدي، ومرة واحدة هتحس إني نفسي جنب ودنك. انا بديت لك الايحاء كله، هتنام مع اي هوا حاجه معديه، دبانه، هوا الدبانه. ده اللي ساره قالت لي عليه، مش عارفه ايه ده الخيال اللي ساره قالت لي عليه. اقدر اخليك كل كلمه اقولها لك هي اللي تحصل بطريقه اقناع معينه في الحديث معاك. ومن كلامي بعرف ايه النقاط او الحاجات اللي انت بتحب تعملها واسترسلك عليها عشان تبقى تركيزك كله في كلامي انا. وفي ناس تانية من كتر ما هي بتقول لا 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 ده هيبقى كده، تركز اكتر فيحصل اللي انا عايزه اكتر. من كتر التركيز انا عايزه اركزك في الحته اللي هقولها لك عشان انت تحسها. دي اغلب النصابين بيعملوها. زي الكذاب اللي يقف كده يقول لك انا دلوقتي هنعرف ان كان عليه سحر ولا لا. اقف، اذا كان هذا الجسد به سحر رجعوا الجسد الى الامام، اذا كان هذا الجسد به مس رجعوا الجسد للخلف. طب انت يا علامة يلي فاهم وبتعرف تتحدث مع الجن، طب ما تخلي الخدمة اللي معاك تقول لك بدل كل ده.